ظهر تشابي ألونسو في مؤتمر صحفي عقب فوز ريال مدريد الصعب على أوساسونا بهدف دون رد في افتتاحية الليغا، حيث أكد أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء، وأن الانتصار الأول يمنح اللاعبين الثقة لمواصلة التطور. ألونسو أوضح أن الفريق كان منظما دفاعيا، لكنه افتقر للفعالية الهجومية أمام تكتل أوساسونا، مشيرا إلى أن الإبداع في الثلث الأخير يحتاج لوقت وتدرج حتى يصل الفريق إلى أفضل نسخة. كما أشاد باللاعبين الجدد الذين اندمجوا سريعا مع المجموعة، معتبرا أن ظهورهم الأول في البرنابيو كان واعدا رغم بعض النواقص. وتوقف المدرب عند أداء بعض الأسماء مثل ماستانتونو الذي دخل بديلا وأضفى حيوية على الهجوم، وأردا جولر الذي اعتبره عنصرا مهما بفضل رؤيته وتحكمه في اللعب. كما أكد ثقته برودريغو رغم غيابه عن المباراة، مبررا ذلك بظروف اللقاء فقط. ألونسو لم يخف إعجابه بطموح مبابي الذي يسعى لتقديم المزيد بعد موسمه الماضي المميز، مشددا على أن رغبة النجم الفرنسي في إلهام زملائه واضحة للجميع. كما نوه بدور كارفاخال كقائد داخل وخارج الملعب، معتبرا أن خبرته ستكون مفتاحا مهما للنجاح هذا الموسم. وختم حديثه بالتأكيد على أن الفريق في مرحلة صقل وتحضير، لكن البداية بالانتصار داخل البرنابيو تبقى دائما رسالة قوية.